سلام البنات، مرحبا بكم في القناة نتاعي مطبخ فاطمة المغتربة. اليوم جبت لكم كاطو بنين وشباب وغير بحبة بيض ويقطع لنا كمية كبيرة والبنة ما شاء الله ويحمر الوجه. ديروه تتقهووا به عشية ما يشدش كاع في الليل. نبدو بالوصفة بسم الله. هنايا في غراف درت حبة بيض كاملة وبياض بيضة والصفر خليته على جهة نزوق به الوجه تاع الكاطو، وزدت هنايا كاس نتاع فلون بذوق الفاني، وزدت كاس نتاع زيت وجبت البرا ميكسور وبديت نميكسي فيهم. هنايا اللي ما عندهاش الفلون تنجم تبدل الفلون بالسكر العادي. هنايا بديت نميكسي فيهم كيما راكم تشوفوا. كي بدا يتقال نزيده كاس قل ربع نتاع حليب ونزيد نكمل ميكسيهم مليح حتى تحسوا هذاك السكر داب شويه. هنايا جبت غيسيبيون وحطيت فيها هذا الخليط، زدت عليها 2 مغارف كبار تاع لحظه و2 مغارف كبار تاع المايزينا ومغرف صغيره تاع لافاني راني دايرتهم هنا مع بعض. وهنايا زدت تاني 2 مغارف كبار تاع جنجلان ومغرف كبيره تاع الكوكاو محمص ومطحون. هادو غير باش يعطوها الذوق البنه تاعه يجي شباب هاد الكاطو. من بعد زدت هنايا مغرف صغيره معمره مليح تاع خميره الحلويات، نتوما ديروا ساشي. وبديت نغربل في الفرينه ونلين في هاد العجينه، وما تكترولهاش فرينه بزاف، خلوها شويه تتلاصق في اليد. ومن بعد كي تلايموها تخلوها تريح هذيك 2 دقائق ولا 3 من بعد تحكم روحها ما تبقاش تلصق في اليد. كيما قلت لكم هذا الكاطو ما يشدش كاع في اليد. 5 دقائق ديروه تتقهووا به ويجي بنين وشباب وما فيهش مكونات بزاف. هيا من بعد لي لايمت العجينه كيما تشوفوا قاعده طريه. هنايا جبت فرينه باش ندير فيها الطابع ونقطع به، وهذاك الصفار تاع البيضه اللي قعد لي درت عليه شويه نتاع القهوه كنت مطيبتها باش نطلي به الوجه تاع الكاطو. وانا دائما نستعمل هكا ساشي باش الكاطو ما يغبنيش. وبديت نسرح فيه بالحلال وتخلوا هنايا الكاطو تاعكم تخلوا كيما نقولوا حنا العجينه تخلوها شويه خشينه ما ترقوهاش بزاف، خلوها شويه خشينه. وجبت هذا الطابع كنت باغيه ندير بالبوشادوي كيما وريتكم، مي جاني كيما نقولوا كبير، مشيت دبرت بوشون وخدمت بالبوشون جاني الشكل تاعها شباب. هذا هو الشكل اللي نحوس عليه. وهنايا دائما ديروا الطابع في الفرينه والبوشون تاني في الفرينه باش ما يغبنكمش. كيما تعرفوا الكاطو اللي مخدوم بالزيت فيه كميه كبيره تاع الزيت يبقى يتلاصق ويغبنكم، بصح بهذه الطريقه ما يغبنكمش ما تعاودش تلصق كي تقطعوه. وهنايا كملت كاع الكميه اللي كانت باقيت لي. كيما قلت لكم قطع لي كميه كبيره ما شاء الله. وهذا هو السمك تاع الكاطو كيما كنتوا تشوفوا، ما ترقوهاش بزاف خلوها شويه خشينه العجينه باش كي يطيب وينتفخ يجيكم شباب. وهنايا هذيك الصفار البيضاء كيما قلت لكم درت فيها قهوه كنت مطيبتها، يبغى دير فيها الفاني ولا دير نيسكافي ولا كل وحده ودير واش عندها. وبديت نطلي في الوجه تاع الكاطو. وهذا ولدي دائما كي نجي ندير الكاطو يقابلني ويبقى يزوق معايا ربي يحفظه. المهم كملت كاع هاد الحبات كيما هكا. انا نص كيما قلت لكم زوقتهم بالجنجلان والنص الاخر زوقته بالكوكاو كما راكم تشوفوا. ولدي مازال راه يزوق معايا. وهنايا دخلتهم يطيبوا حتى تشوفوهم تحمروا. هنا الا حمرتوهم شويه بزياده يجوكم شويه قاصحين كيما لي غاليت. كاين اللي يبغي الكاطو كيما هكا قاصح شويه يجي كيما لي غاليت كيما راكم تشوفوا. هنايا انا الحبات اللي درت لهم شوكولا راني شويه مزيدت لهم في الطياب راكم تشوفوا، والحبات الاخرين خليتهم غير شويه دوغي يجوا طريين وشابين. المهم البنه فيه بنه شابه ما شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي تاعهم، جاو شابين ما شاء الله وما يشدوش في اليد وما فيهمش مكونات بزاف. دوك ما عليا غير نقولكم تبقوا على خير، تهلاو في رواحكم، بالسلامه.